النهارده هاخدكم هنقود مغامرتين. اول مغامره هنقودها هو اننا هنرجع ل 2025 وهوريك انا كنت بادئ بجهاز عامل ازاي وهو ده اللي وصلني لجهاز عامل ازاي. جهاز اقتصادي عشان تبقى عارف، لو ما تتوقعش حاجه بقى عاليه و50 80 او 50 90، لا جهاز اقتصادي عادي جدا يعني. والمغامره التانيه اللي هنقودها بقى وهو استكشاف الاستاذه كاجو هايا، واللي بجد طلع عيني بجد بجد عشان اعرف اجيبها. وهنعمل لها طبعا ريفيو، مش هنهزر، احنا عندنا ريفيو للكيس. الكيس دي اصلا انا من كده انا ما كنتش على فكره هعمل الفيديو ده اطلاقا مطلقا عشان نبقى عارفين يعني، بسبب ان في قطعه لسه ما كملتش واعتقد ان هي باينه ولونها اخضر، بص ملعلعه اخضر يعني، مش عايزين نتكلم يعني، حرفيا يعني واخده الكيس في حته تانية. فانا حرفيا الفيديو ده انا كنت ناوي اعمله بعدين قوي عشان في حاجه مفاجاه كبيره جدا بتجهز، انتظروني بعد العيد، مفاجاه كبيره جدا باذن الله. المهم تفاصيل النهارده ان احنا هنرجع فلاش باك كده 2019 عشان نعرف نرجع فلاش باك ل 2025، وبعد كده هنرجع عشان نعمل ريفيو للزيجماتيك الكريستال ستورم، اللي حرفيا دي اول ريفيو في العالم، مش في الوطن العربي، لا ده في العالم. انا ما لقيتش ولا فيديو ليها، ما اعرفش ليه يا جدعان، مع انها كيسه ما شاء الله تحفه التحفه. وبالله عليك ما تنساش تقول بسم الله ما شاء الله، بوس ايدك يا شيخ. الواحد بجد الحاجه ما جاتش بالسهل اطلاقا، ما تبصش على النتيجه اطلاقا تاني. نرجع بس كده ونفرد ظهرنا. يلا بينا، بس اهم حاجه نرجع فلاش باك ل 2019 عشان نعرف نرجع فلاش باك ل 2025. مش مهم، في 2019 والدتي كانت فتحت قناه طبخ. قناه الطبخ دي ما شاء الله كانت متفوقه فيها جدا جدا. انا كنت باكل بس، انا معاك ان انا كنت باكل بس لا فعلا كانت تقدر تقول كده انها بنت جمهور وحاجه جميله جدا. انت متخيل ان انا بحكي لك قصه انا ازاي دخلت عالم البي سي؟ انت متخيل الحوار ده؟ اوضح لك كل حاجه. المهم ان في 2019 والدتي من كتر ما هي كانت حرفيا حاجة ما شاء الله عالية في الطبخ. المهم ان انا والدي في الفترة دي كان بيساعد والدتي بطريقة كبيرة جدا في مونتاج الفيديوهات وتصوير الفيديوهات والكلام ده كله، فطبعا قرر ان هو يجيب جهاز كمبيوتر. ولكن مع الاسف في الفترة دي تجار الاستيراد كانوا فاشخين السوق بجد، لو حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بجد يعني. المهم ان في الفترة دي والدي لبس في جهاز استيراد، يعني بص لا مش استيراد عالي، لا ده استيراد ميت اللي هو من غير كارت شاشه خارجي حتى. الجهاز كان من اتش بي، انا مش فاكر كان موديل كام بالظبط، هو كان اتش بي كومباك مش عارف ايه كده 6305 تقريبا. المهم ان الجهاز ده طبعا بيجي بكارت داخلي، يعني طالما خارجي يبقى اكيد داخلي ما فيهاش هزار. والمعالج بتاعه كان اي ام دي اي 6 6 لا 5400 يو، حاجه ميته، مش ميت لا ده حاجه ميته، اللي هو اصلا في ظل الوقت ده كان موجود رايزن 5 2600 ورايزن 5 3600 واي 5 جيل تاسع. يا جدعان اللي هو ايه يا جدعان، انتوا التجار سبتوا كل ده ولبستوه في جهاز استيراد ليه؟ المهم في الفتره دي يعني اللي حصل ان انا كنت متعلق بجهاز الكمبيوتر، انا اللي كنت بلعب على الكمبيوتر، انا اللي كنت بعمل كل حاجه على الكمبيوتر، مش انا اللي بمانج بس، لا انا اللي خلاني اتعلق بالكمبيوتر بجد هو سلسله جي تي اي، تحديدا جي تي اي 5. عارف انا طبعا الناس الفاهمه دلوقتي والناس العالميه في الهاردوير هتقول لك انت جهاز زي ده عمره ما يشغل لك جي تي اي 5، وطبعا معاهم حق، ما حدش يقدر يقول لهم ده حق كبير جدا اكيد. ولكن انا الصراحه بقول لك ما فيش حاجه اسمها مستحيل، وانا عامل الفيديو ده عشان اقول لك بجد ان انت مهما كنت عايز تعمل ايه انت تعرف توصل له. فانا بقى هقول لك انا حرفيا كنت بلعبها ازاي، وقفلتها 3 مرات، متخيل يعني 3 مرات اقفل جي تي اي 5 على جهاز ابو كرتونه. المهم دلوقتي انت المفروض تكون فهمت ان انا عاشق لسلسله جي تي اي، ده حقيقه فعلا عاشق لسلسله جي تي اي. فانا كنت بلعبها ازاي بقى؟ الارض كانت بتبقى مش محمله اطلاقا. عارف يعني ايه الارض جايبه لك سما اللي هو عارف انت مثلا في بابجي لما تبقى لسه في اللوبي والارض ميه، فاهم اللي هو اللوبي اللي تستنى عشان تخش الجيم يعني. فكان نفس الحوار ده بالظبط في جي تي اي 5، وكنت بمشي على الخريطه او اضطر ان انا استنى 10 ثواني عشان حد يتحمل 10 من 5 ل 10 ثواني. فاللي هو حرفيا انا كنت بعاني معاناه كبيره جدا، بس رغم حبي ليها انا حرفيا بجد بجد قفلتها 3 مرات، اقسم بالله ما بهزر. فبعد الفتره دي بقى انا شغفي كان خلاص، اللي هو كان كده بقى كده وعمال يقل مع الوقت. وغير كده كمان والدتي كانت قطعت القناه لظروف ما. انا القرار ده حزني لسبب واحد بس، ان انا الاكل اتقطع خلاص، يعني اللي هو انا كنت بعد باكل بس اتقطع، ولا اكيد باكل دلوقتي بس مش اكل زي اللي كان في القناه والكلام ده كله. بس تسلم ايديها طبعا، عارف انك تتفرج على الفيديو ده يا ماما، ف يعني تسلم ايديكي والاكل جميل وكل حاجه، بس مش زي القناه بصراحه، انا بقول لك انا صريح انت عارفه يعني. فالمهم في الفتره دي بقى الجهاز اتقفل خالص، وبعدها بشويه خلاص شلنا الجهاز اللي هو بقى كراكيب، لا حد بيقعد عليه ولا حد بيستخدمه ولا اي حاجه، فاللي هو بقى كراكيب اللي هو حاجه مش محتاجينها. فالمهم ان انا في الفتره دي تقدر تقول كده ان انا كنت كرهت مجال البي سي بسبب الجهاز ده حرفيا بجد.
فالمهم بعد الفترة دي وصلنا لحد 2021 و2022 كان لسه مش قد كده شغف في البي سي، لحد 2022 نصها كده مثلا. بدأت أرجع للبي سي واتفرج على ريفيوهات واتفرج على مراجعات. ريفيوهات هي مراجعات التخلف ده، لا مؤاخذة يا رجالة. المهم يعني أنا بدأت أتفرج يعني على صناع تك والكلام ده كله، لحد ما كده درست التك بطريقة كبيرة جدا لحد ما وصلنا ل 2024. في نص 2024 شغفي ناحية البي سي ارتفع جدا 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 بمراحل مش طبيعية، فقررت ان انا ارجع جهاز الكمبيوتر من اول وجديد اللي هو بتاع 2019 الاتش بي الكومباك 6305. ايوه هو ده. للعلم بس عشان تبقى عارف ان الجهاز ده كان شغال على اتش دي دي مش اس اس دي. متخيل يعني ايه اتش دي دي؟ اللي هو حرفيا الجهاز كان بيفتح حرفيا في 3 دقايق، اقسم لك بالله 3 دقايق بيفتح فيهم. اللي هو انا حرفيا كنت يعني بسيب الجهاز واطلع انزل اجيب حاجه من تحت مثلا ولا حاجه، اللي هو صباح الفل. فالمهم ان احنا لحد دلوقتي وصلنا لنص 2026 لما فتحت الجهاز وجبت الجهاز. بس حرفيا الجهاز ده من كتر ما هو كان جهاز ثقيل ورخم جدا، اقسم لك بالله جبت له مهندس عشان ينزل له ويندوز. انا مش عارف اخش على البوت اوبشن، اللي هو حرفيا الجهاز ايه البايث المتخلف ده بجد، اللي هو ايه ده؟ لو الواحد مش عارف حاجه، عارف البايث الازرق اللي هو مش مفهوم منه حاجه، اللي هو بقول لك انا مش عارف سيت اب ويندوز، بقول لك اقسم بالله جبت له مهندس مخصوص. وطبعا الكلام ده كله بخلاف مساعده اهلي وكلهم بلا استثناء حد. المهم بعد كده في بداية 2025 عارف اللي هو لما يبقى الواحد خلاص بقى قرف جاب اخره بقى، اللي هو مش عارف يعمل اي حاجه على الكمبيوتر شغال لي ليله بالوطن كده، اللي هو بيخش يتفرج له مثلا على مراجعات مش عارف ايه الكلام ده كله، وانا عمال ابص ورا بسبب ان انا في مرايه هنا، في المرايه اللي هنا جايبت ان في اعلان هنا. إحنا وصلنا فين يا ابني؟ 2025 صح كده؟ ماشي. في الفترة دي زي ما قلنا كده ان انا خلاص جبت اخري، اللي هو انا مش مستحمل الجهاز بجد، اللي هو الجهاز فعلا بقى استحالة الاوعاد عليه في 2025، اللي هو مع الالعاب اللي نزل الجديد، وخصوصا كمان ان انا في حوار اتفتح هو اللي خلاني ان انا عايز اجيب الجهاز ده، ان انا كان نفسي اشتغل على انريل انجن 5 جدا جدا جدا. والحسن والحسن الحظ ان انا كان في جروب من صحابي في المدرسه كانوا عايزين يشتغلوا على انريل انجن هم كمان ويعملوا لعبه، فانا كنت فرحان جدا طبعا ساعتها، اللي هو انا خلاص يعني اللي هو انا كنت عايز اشتغل على انريل انجن وكمان لقيت حد هيشتغل معايا على انريل انجن. فالمهم ان هم كانوا مجهزين اللعبه ومجهزين كل حاجه والدنيا كانت جميله، بس طبعا انا جهازي ما يسمحش، وكمان اجهزتهم هم كمان ميته، فاللي هو مش انا لوحدي اللي اجهزتي ما تسمحش. فاغلبنا كنا متجهين اتجاه ان احنا هنجيب جهاز كمبيوتر جديد. وللأمانة أنا ما كنتش أعرف متطلبات Unreal Engine 5 عاملة إزاي لحد مؤخرا عرفت المتطلبات عاملة إزاي عشان أعرف أعمل لعبة. أنت متخيل؟ فالمهم إن أنا في الفترة دي قعدت ودورت كتير جدا على جهاز وكنت هقسطه لأن أنا معيش ولا مليم واحد، أقسم لك بالله كان كل اللي حيلتي بالظبط عجلة وحامل للعجلة وجهاز الكمبيوتر القديم، ولكن كنت عايز اجيب جهاز باي طريقه، اللي هو بقول لك قسط انا اي طريقه عايز اجيب بيها. فقعدت ودورت كتير جدا على حاجه في نفس الرينج اللي هو من 10 ل 15 الف جنيه، كنت فاكر يعني ان ده حاجه هتقضي الغرض والكلام ده كله. ففي الفئه دي كان في الاي 5 9400 اف مع الار اكس ال 580 اللي طبعا دلوقتي بقى مليان تعدين. خلي بالك ان احنا لحد دلوقتي في بدايه 2025 من شهر 1 لحد شهر 4 تقريبا في الحدود دي. المهم في الفتره دي بجد انا سعيد بطريقه كبيره جدا 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 ان انا ازود خبرتي في مجال الهاردوير واعرف فيه حاجات كتير جدا وانزل واتعرف على مهندسين والكلام ده، وفعلا لقيته كده ان انا نجحت في الحوار ده، والحمد لله والله العظيم الحوار ده كنت شايل همه، بس فعلا أنا نجحت في الحوار ده. ومنهم يعني بصراحه واللي انا حابب اشكره جدا مش مهندس، هو حد في سني وبجد هو صاحبي القريب مني لحد دلوقتي بجد، هو ياسين شعبان. ياسين شعبان في الفتره دي هو اللي كان معرفني على حوار التعدين، انا ما كنتش عارف حاجه عن حوار التعدين بصراحه، انا بقول لك الحقيقه اهو، التعدين ما كنتش لسه فاهمه بالظبط لحد ما بجد فهمته. مفيش اعلان صح؟ طيب الحمد لله الاعلان، لا ويا ريتها كانت اعلان بس، لا الكاميرا كمان فاصلت، فاللي هو صباح النحس يعني. المهم اما نكمل، بس احنا وقفنا اخر حاجه عند ياسين شعبان. ياسين شعبان بجد زي ما قلنا من الناس اللي ساعدتني جدا جدا في حوار الكمبيوتر، وهو كمان اللي كان بيشجعني على حوار القناه اللي انا عمري في حياتي ما كنت ناويها اطلاقا. انا كنت كل اللي جايبه كنت جايب الجهاز عشان انريل انجن 5 وعشان البرمجه والكلام ده كله، لكن ما كنتش ناوي اطلاقا على حوار القناه ده. فياسين شعبان من الناس بجد اللي حابب اشكرها جدا جدا. وبصراحه في كذا حد تاني عايز اشكره، ولكن حابب ان انا اشكره بصراحه في اخر الفيديو، ولكن حابب اشكر دلوقتي حد معين بس، محمد سميح من الناس بجد اللي ساعدتني جدا جدا في مجال التك، لا ساعدتني بطريقه مش طبيعيه حرفيا
بجد مش عارف اشكره ازاي، بس انا من النوع اللي بحب اشكر الناس، فلازم اشكر اي حد بجد. يعني محمد سميحه على اليوتيوب عشان تبقى عارف، يعني انا ما كانش يعرفني خالص، دلوقتي يعرفني، ده صاحبي كمان. اعملي لايك والكومنت لايك يا محمد سميحه، انت صاحبي دلوقتي، اوعى تتكبر عليا والنبي. وحد تاني برضه هو نبيل تك، بجد من الناس اللي ساعدتني في المعلومات والكلام ده كله. المهم ان احنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا خلصنا فتره من شهر 1 لحد شهر 4، بس في الفتره دي حصل فيها موقف كده حابب ان انا احكيه. زي ما اقول ان انا ما كانش معايا ولا مليم واحد، اقسم لك بالله عشان اعرف اجيب بيها تجميع. فمن كتر شغفي انا كنت بقول لاي حد بيفهم او بيفهمش على حوار التجميع ده، فقلت لاخواتي الصغيرين قالوا لي مستحيل تجيب اللي انت عايزه اللي هو التجميع، عشان التجميع كانت ب 13000، وبالنسبه لي 13000 ده كان مبلغ كبير جدا، هو ما زال مبلغ كبير جدا طبعا. انت تقول ايه بس؟ فانا رديت عليهم رد كده وقلت لهم استنوا عليا سنه واحده بس، والسنه عدت واهو ما شاء الله حاجه اعلى من اللي انا كنت عايزها. مش اعلى قوي، حاجه اقتصاديه طبعا باين حتى من المبرد، بس يعني ايه، من الحاجات اللي انا ما كنتش احلم ان انا اجيبها، وعمري ما كنت احلم ان انا اوصل لها. فبجد ما تنساش تقول ما شاء الله، عشان انا عندي فوبيا من الحسد. بقول لك انا، بص انا هفضل طول الفيديو كده اقول لك قول ما شاء الله، قول ما شاء الله، انا عارف نفسي يعني. المهم ان كان الفتره دي نقول كده انها خلاص خلصت تماما. في بقى فتره بعد كده بقى، وهي اللي كان فيها تفاصيل اكتر من كده. طبعا الفيديو طول قوي، بس لا استحملني بقى، اعتبره بودكاست يا عم. ده ايه ده احنا لسه ما عملناش الريفيو بتاع الكيس، انت بتقول ايه؟ الفيديو ده على فكره انا عامله بناء على طلب الجماهير، ها. المهم من شهر 4 لحد دلوقتي اللي هو 2026 27 واحد، بالنسبة لك انت 28 واحد عشان يكون الفيديو لسه بيتمنج والكلام ده كله. الفترة دي زي ما انت عارف، انا قلت لك من شوية برضو ان انا كان عندي عجلة بالحامل بتاعها اللي بيتحط على العربية عشان تتشال، وكمان ما ننساش الكمبيوتر الاتش بي التعبان قوي ده. المهم ان انا قررت ان انا هبيع العجلة وهبيع الكمبيوتر وهبيع الحامل بتاع العجلة. بجد من القرارات اللي زعلتني جدا، بسبب ان انا كنت بحب العجلة دي جدا وعايزة عليا بجد، لان كان عيلتي كلهم مساعديني فيها. وحرفيًا وأنا بابيعها أنا عمري ما كنت أتخيل إن هي هتتباع بالسهولة دي، بسبب حاجة واحدة بس، وهو التوفيق من عند ربنا. أنا حرفيًا عرضت العجلة، نعتبر مثلًا زي النهارده الصبح كده مثلًا، كنت نازل عشان أبيعها بكرة الصبح، والله العظيم ما باهزر. العجلة حرفيًا كانت جديدة، اللي هو ما اتلمستش حرفيًا بجد، فكان سعرها بسعر المستعمل، فكان حرفيًا الناس عليها كتير جدًا، جدًا بغباء. تمام، واللي حرفيًا المشكلة الناس كانت بتنزل بغباء، اللي هو يبقى حد بيقول لي هاخدها ب1000 جنيه، أنت فاكرها بتناقش يا صاحبي؟ هو إيه اللي هاخدها ب1000 جنيه؟ فالمهم خلصت في العجلة يعني والكلام ده كله والحامل والكلام ده كله، اتبقى لي الاتش بي الكومباك ال 6305. صاحبي كان محتاج كمبيوتر فاديته له، بس عشان هو صاحبي فاديته له 1500 جنيه. انت نصبت عليا يعني المفروض دلوقتي بيتباعوا 4000 جنيه اهو، بس يا عم مسامحك يا عم اخويا يا عم. المهم ان انا كل اللي ورايا واللي قدامي اتباع عشان نبقى عارفين بس. فالمهم بعدها بوقت قصير جدا انا كنت قالب الدنيا على حاجه كويسه اعرف اشتغل او اعرف اعمل بيها اي حاجه، وساعتها ادركت ان فكره ان انا اشغل انريل انجن بميزانيه زي دي حاجه استحاله. انا محتاج اقل حاجه مثلا ميزانيه 70000 جنيه، يعني اللي هو صباح الفل. فانا قلت مش مشكله خلاص، هنحاول ان احنا نخش على مجال المونتاج وكمان مجال البرمجه، اللي هو الحاجات العاديه اللي مش محتاج جهاز، مش متطلبه جهاز قوي، بس طبعا المونتاج متطلب جهاز. فالفتره دي انا كان معايا مبلغ كنت بحاول ان انا احطه كمقدم لقسط، بس للاسف والدي ما قبلش تماما، ما قبلش تماما 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 حرفيا بجد. فوصلت لدرجه ان انا بدور على جهاز في حدود ال 8000 جنيه. تمام، ف8000 جنيه بالنسبة طبعًا للناس اللي عارفة في البي سي ده ولا حاجة، ولا حاجة، وأنا طبعًا عارف في البي سي أنا باقول إيه، ما علينا. فكنت استسلمت، قُلت خلاص بقى مش مشكلة، وأجيب i5 6500 اللي أنا كنت باكرهه وما زلت باكرهه وهافضل أكرهه مع GTX 750 Ti. ده كان الحل اللي قدامي، ما كانش قدامي حل تاني، اللي هو الواحد لازم يتعايش يعني. فهشام شعبان قال لي: "لأ، أنت الi5 6500 مش هتعرف تعمل بيه أي حاجة." تمام، هو جابها لي كده في وشي. قال لي: انت عندك الرايزن 5 ال2600. الرايزن 5 ال2600 اعلى بحاجه بسيطه من الاي 5 الجيل التاسع، مش الجيل السادس كمان، وكان بنفس سعر الاي 5 6500. بصراحه ياسين شعبان في حته زي دي هو السبب ان انا اجيب التجميع اصلا. حاجه زي دي من غير انا كنت لبست في تجميع اي 5 6500 بدون اي حاجه. فوانا بقلب ظهر قدامي شركه اي جي كمبيوترز، مش اعلان ولا اي حاجه والله العظيم، بس لا، الناس صراحه محترمه، والناس اللي بجد لازم تستحق ان انا اذكرها في الفيديو. تاني مره اقسم لك بالله ما اعلان، كانوا عاملين عرض على الرايزن 5 ال 2600 اكس اللي حرفيا بيتقارن بالجيل العاشر وال11، الاثنين ما بينهم هما الاثنين يعني، والبي 450. طبعا لما شفت العرض اللي هو ذهلت، ايه ده، اللي هو إيه السعر ده؟ والمشكله الحاجه كمان ما شاء الله جديده مش استعمال، فلو انا فرحت جدا على طول من غير ما افكر رحت عليهم على طول عشان اجيب البورده والمعالج من غير اي تفكير. وبصراحه باشمهندس خالد صراحه ما يتوصاش، يعني الراجل لا بجد قمه في الاحترام، كل حاجه كويسه، راجل محترم وساعدني بعدين كمان هبقول لكم ساعدني في ايه. بجد ناس كويسه جدا، مش اللي هو بني ادم عايز يبيع حاجته وخلاص، لا اطلاقا، على فكره من الناس اللي بشكر فيها جدا. فبالفعل كده جبت بي 450 و2 600 اكس، عشان الناس اللي كانت فطحاني وعايز تعرف التجميع بتاعتي ايه، بي 450 وايه و2 600 اكس. بعدها بشويه جبت الرامات ومن عندهم برضو، بسبب ان هم كانوا احسن سعر في الرامات. ساعتها كنت جبت رامات من عندهم من تيم جروب اللي هي الار جي بي،
بس هي مش ار جي بي هنا، هقول لكم ليه كمان شويه. كده انا جبت البندل كامل، بوردة ومعالج ورامات. رامات 16 2 في 8 طبعا 3000 ميجا هرتز مش 3200، وهقول لك هي دلوقتي بقت 3200 ازاي. كده ناقص الهارد وكارت الشاشه والباور سبلاي والكيسه. الهارد انا في قصه بصراحه ما حكيت لهاكوش، مش مهم قوي، بس المهم ان انا خدت يعني كان معايا فيها جهاز لابتوب، خدت منها الاس اس دي الساتا، فكده حلو قوي. انا معايا كده الهارد ومعايا البندل كامل، ناقصني الباور سبلاي وناقصني الكيس. نزلت من البستان قررت ان انا هجيب باور سبلاي مستعمل وكيسه ب 300 جنيه او 200 جنيه امشي بيها الدنيا. فقابلت هناك مين بقى؟ خلوده، باشمهندس خالد طبعا اللي هو كودة كرافت. قعد يحذرني كتير جدا جدا من باور سبلاي المستعمل، والصراحه الراجل يعني عنده حق فعلا، لان انا لبست في باور سبلاي مستعمل يعني. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. المهم ان انا جبت الباور سبلاي المستعمل اللي هو كان رافض ان انا اجيبه، وهو جاب لي الكيسه اللي ب 300 جنيه اللي هي اللي هلم فيها القطع يعني. وجبت كمان ايه عشان الميزانيه بتاعتي ما تسمحش، جبت كمان كارت الشاشه. كارت الشاشه اللي جبته كان اتش دي 8490، كارت شاشه ب 300 جنيه، قلت امشي بيه الدنيا بس يعرض صور دي امشي بيها الدنيا لحد ما اجيب كارت كويس يعني. فكده انا معايا الجهاز كامل، بس طبعا قطع متفرقه مش متركب جاهز يعني. فبعد ما روحت البيت الصراحه والدي هو اللي كان بيساعدني حرفيا في تركيب كل حاجه، هو حرفيا كان شايل ليله التركيب دي كلها يعني، ودي حاجه صراحه احب اشكر عليها جدا جدا فوق ما تتصور. المهم كل حاجه ركبت صح، كل حاجه تمام، دوس على الجهاز خلاص، كل حاجه تمام. دوس على الجهاز بقى، الجهاز مفيش اي حاجه ولا الهوا. كل اللي بيحصل ان رمات الار جي بي كانت بتنور. دوس تاني ولا الهوا. الواحد اتخض، قلت في وصلت وصلت غلط، اي حاجه، انا في حاجه حصلت ما تفهمش ايه اللي حصل. بعدها كلمت باشمهندس خالد بتاع اي جي كمبيوترز. انا قلت شكيت، اول حاجه شكيت فيها هي المذر بورد، ده اكيد اي حد هيشك في المذر بورد. فكلمت باشمهندس خالد، باشمهندس خالد بيجرب الجهاز، الجهاز شغال يا ابني اهو، ايه المشكله فيه ايه؟ قفله وشغله تاني، الجهاز مش هيشتغل، نفس الحوار. المهم جرب باور سبلاي تاني، الجهاز اشتغل عادي جدا. طبعا المشكله طلعت في ايه؟ في الباور سبلاي المستعمل. ولكن كان في مشكله تانية، رامات الار جي بي مع المبرد المتخلف بتاع كولر ماستر ده اللي انا حرفيا كارهه من ساعه ما جبته، بسبب ان هو كبير على البورده، كان واخد مساحه البورده كلها. فالرامات الار جي بي بتكون طويله عن الرامات العاديه اللي هي سواء بقى الكورسير العالي سينك او القدره او ايا كان، بتكون اطول منها شويه. فطبعا كولر كبير جدا وكمان الرامات طويله، فخلت ان السوكت عايز يتني، فطبعا مش هينفع ان تحطها بسبب ان ده خطر جدا 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 على البورده، ممكن لا قدر الله السوكت يبوظ او اي حاجه. فطبعا اضطريت ان انا ابدلها بالرامات الكورسير اللي هي 3200 ميجا هرتز. طبعا خلصت وروحت وكل حاجه تمام والدنيا زي الفل. طبعا التجميع مش شغاله يعني، مش عايزين نتكلم يعني، الحمد لله يعني. يعني. فتاني يوم بقى صحيت عشان ايه؟ ننزل ونشوف الباور سبلاي والكلام ده كله. رجعنا الباور سبلاي، رجعنا عادي علينا انا ووالدي. الباور سبلاي رجع للراجل، وجبت مكانه باور سبلاي تاني من اركتيك الفولترون 650 واط 80 بلس واي جديد. طبعا خلاص حرمت من المستعمل ده، جديد خلاص. جبت باور سبلاي وروحت، الدنيا اشتغلت تمام بقى والدنيا زي الفل. وطبعا شغال على كارت مولكوش 50 90 يعني، مش عايزين نتكلم يعني يعني مش محتاج ان انا اقدر اهو، مش فاهم انا. المهم ان الاتش دي 8490 ده اللي انتوا بتشوفوا بيه كواليتي الفيديوهات اللي انتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي دي، سواء بقى على اليوتيوب على تيك توك ايا كان، هو ده اللي بيتمنتج بيه الفيديوهات في القناه. فلو احنا لازم نعمل من الاخر يعني، لازم نعمل من الفسيخ شربات، ما فيهاش هزار يعني. ولحد دلوقتي طبعا لسه ما غيرتوش، انا لسه هجيب كارت بس مش دلوقتي، لسه شويه وقت يعني، عشان بس ايه، في مفاجاه بس بحضر لها كده، هتبقى مفاجاه كبيره جدا في القناه هنا. احنا كده حرفيا خلصنا كل حاجه، ما فاضلش غير حاجه واحده بس، وهي الزجماتيك الكريستال ستورم اللي انا مسميها بالتجميع كلها يعني كاجوهاي يعني، مش عايزين نتكلم. المهم ان الزجماتيك الكريستال ستورم كانت من ترشيح محمود دراجون ومحمد سميح يعني، انا ما بنساش الجميل لحد والله، لا ده بجد يعني، هم رشحوها لي وقالوا لي هات دي كويسه يعني. انا كنت محتار ما بينها وبين الام اس اي الماجل 321 ار الاير فلو، ولكن مفيش فرق ما بينهم خالص عشان نبقى عارفين، هو فرق في الشكل بس، هو نفس التبريد نفس كل حاجه. المهم ان الزجماتيك الكريستال ستورم بتيجي باربع مراوح ادريسبل ار جي بي، تقدر تتحكم طبعا في الانوار، تقدر تتحكم في كل حاجه، مش زي الريمبو او الكلام ده كله. والمراوح كمان فيها ميزه انها بي دبليو ام. يعني ايه بي دبليو ام؟ يعني لما درجه الحراره تعلى سرعه المراوح بتعلى هي كمان معاه، لما درجه الحراره تقل سرعه المراوح كمان تقل معاه، وهكذا عشان ما يحصلش فيه صوت ازعاج، وكمان يحافظ على عمر المراوح. الكيس بتيجي بواحد يو اس بي 3 جاي على نفسهم قوي بصراحه، مش عارف ليه كده معالي يعني، واحد يو اس بي 2. ما خلاص بقى فكره الاتش بي اللي كانت بتيجي ب 8 يو اس بي دي اتنست خلاص، دي ايام زمان، دي دلوقتي بقى بيحط لك اتنين في اي كيس وخلاص، ما بتفهمش يعني. ومادخل يو اس بي 3 طبعا حاجه للريستارت كمان.
الريستارت ده على فكره بينفعني قوي بسبب حوار الويندوز لما بيجي يقف عند اللوك سكرين وما بيعملش اي حاجه، فبستخدمه كتير بقى في الريستارت ده بسبب كده. وطبعا جايب تمبرد كلاس كيرف زي ما احنا شايفين كده، وبصراحه عشان نبقى عارفين تبريدها ممتازه جدا، عشان انا بقول لك اهو اللي هو جيبها ومالكش دعوه عليا انا. كمان لو عايز تركب فيها 50 90 هيركب عادي، اللي هو بتركب لحد 420 مللي كارت، مش محتاج اكتر من كده. بالنسبه للكولر المائي، الكولر المائي بيدعم لحد 360 مللي مش 420 مللي. طبعا مفيش حد اصلا بيشتري 420 مللي، ده بتاع الاغنياء بس ده، ومش موجود في مصر اصلا. تعالى كمان اوريكم الاضاءه شكلها عامل ازاي. بصوا ده مود الاضاءه، وده مود الاضاءه. بصوا كل دي مودات تقعد بقى تحول ما بينهم. يعني اللون الاحمر ده فاجر بسم الله ما شاء الله كده على الاحمر، وهكذا في مودات بقى كتير جدا. وهعرض لكم كده فيديو نواحي الكيس وكل حاجه، ولكن في حاجه محتاج اعملها بس قبل كل ده. حابب اشكر ناس كتير جدا، ويا رب ما انساش اي حد، وهكتبهم كمان في اخر الفيديو زي تتر المسلسلات النهايه كده، عارفين الحوار ده. ما علينا يعني. اولهم بصراحه واللي ساعدني كتير جدا والدي ووالدتي، مش محتاجين اي كلام، واهلي كلهم يعني، ده اول حاجه لازم. تاني حد وهو ياسين شعبان، الناس بجد اللي نفعتني جدا. تالت حد بجد وهو محمد سميح وانتك او نبيل، الناس دي بجد من الناس اللي ساعدتني جدا 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 في كل حاجه. وبصراحه مش عايز انسى حد مهم جدا، هو باشمهندس حسين، واللي بجد ساعدني في حاجات كتير جدا في اختيار التجميعه. هو عارف ايوه اسلم كامل اي حاجه. بصراحه من الناس الكويسه جدا، هو اللي قراني الحمد لله في بورد الاي كلها، سواء الاي 320 اي 520 اي 26، هو اللي اي 620 قصدي، هو اللي قراني في كل البورد دي، ماليش دعوه، هو اللي بص مش عايزين نتكلم يعني. وطبعا مش هننسى محمود دراجون اللي رشح لي الكيس دي، هو محمد سميح تاني اهو يعني، شوف كل ده. وملك جيمنج بصراحه ساعدتني في المونتاج كتير جدا الفترات اللي فاتت دي كلها. وكمان باشمهندس خالد من شركه اي جي كمبيوترز اللي الصراحه ساعدني في حاجات كتير جدا في التجميعه، سواء بقى في القطع او صيانه او الكلام ده كله. كمان هو اللي نبهني لحوار ان انت مهم جدا تكون عارف الكيس بتاخد كارت لحد قد ايه، او كام ملي او كام سنتي والكلام ده كله. فانا غير كده انا كنت هلبس في كيسه 350 ملي، اللي هو الحمد لله يعني. باشمهندس خالد من كود كرافت برضو راجل محترم ومش عايزين ننساه برضو. اتمنى بجد ما كنتش نسيت اي حد تاني، وايا كان انا برضو هكتب تتر برضو في النهايه عشان لو في اي حد نسيته او الكلام ده كله. اشوفكم في المفاجاه الجديده، او مش مفاجاه جديده، انا كده معاكم طول الوقت ده كله يعني. سلام يا رجاله. استنى صاحبي ما تمشي، استنى ده انا كنت همشي اصلا. استنى بس قول لي ايه رايك في زاويه التصوير الجديده كده، احلى ولا النظام؟ اكيد كده احلى، ايه رايك؟ بس خلاص يا عم امشي يلا يعني. رتبي بس رايك في الكومنتات، وما تنساش تقول ما شاء الله ما شاء الله.